ايه اوكي داير. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. نتشرف بمعرفة حضرتك. ممدوح الصالح، عضو مجلس النواب البحريني وعضو البرلمان. اهلا وسهلا بك في مصر، بلدك الاول يعني. على راسي مصر. لكن حضرتك عضو لجنة اللجنه الاجتماعيه، لجنه الشؤون الاجتماعيه والشباب والمراه والطفل. طبعا احداث غزة غالبا في كل جميع الاجتماعات. في كل وريد ودم وقطره دم. طيب هل البرلمان ناقش مثلا النهارده موقف موحد للدول العربية كلها ضد إرهاب نتنياهو والصهيونية العالمية؟ والله ارهاب نتنياهو وارهاب بايدن صح. هم دين ارهاب مشترك، ارهاب امريكا وارهاب اسرائيل ارهاب مشترك. والاكثر من 100 يوم واليوم ابناء يذبحون امام اعين العالم كله. بلا شك ان اليوم البرلمان العربي مش اليوم بس، منذ لحظات الاولى نحن ننادي بوقف الحرب الاجراميه الاباديه ضد اخواننا في فلسطين. لا ننسى ان يعني دور البرلمان العربي هو دور له تاثير بشكل او باخر. من نهاية العام الماضي وهو في 28 ديسمبر 2023 كانت هناك جلسة استثنائية للبرلمان العربي داخل جامعة الدول العربية، وأنا أعتقد كان لها صدى كبير جدا. تعرف احنا برلمانيين في النهاية لا نملك السلاح، ولكن نملك سلاح اللسان، وهو سلاح كلمة الحق التي تقال أمام الظالمين أمثال ألمانيا وأمثال أمريكا وأمثال الصهاينة الذين يدبحون أخوتنا في فلسطين. وفرنسا اللي أرسلت 4000 جندي من عندها أيضا نفس الكلام. احنا لا ننسى دولة الشذوذ، دولة فرنسا. اليوم هي آخر إنتاجاتها عينت رئيس وزراء، ومن بعد مثلي الجنسية، ومن بعدها عينت زوجها السابق وزير للخارجية. هذا دل على أنهم عديمي الإنسانية، عديمي فكر الإنسانية، وهم ضد البشرية وضد حقوق الإنسان في هذا المجال. احنا اليوم ننادي ونبادر كل الأمم التي تنادي بالحريات وتنادي بالثورات بأن تقف وقفة جادة لوقف العدوان الإسرائيلي. ولا ننسى شكرنا الكبير جدا لدولة جنوب أفريقيا اللي قامت بدور كبير، ونتمنى من جميع الدول العربية أن تقف وقفة مع دولة جنوب أفريقيا. لماذا لم يناشد البرلمان العربي الدول العربية تكاتف يد واحدة ضد الصهاينة؟ أنا في مجلس النواب البحريني نادينا بالكثير من المواضيع من خلالها نادي بتوحيد الصفوف. لا ننسى اليوم احنا امام جبروت وطاغوت الكيان الصهيوني وامريكا، يعني يثيروا الفتن. كيف يثيرون الفتن؟ لما يثيرون الفتن بين الدول العربية، وتبتدي الدول العربية تزاحم بعضها البعض وتناقش بعضها البعض بحدة. اليوم هو دور البرلمان العربي دور توحيد الخواطر، ونتمنى بأن الفصائل جميع الفصائل الفلسطينية أن تتوحد وننادي بتوحيدها دائما وابدا. اما بالنسبه الى جامعه الدول العربيه، انا اعتقد اليوم جامعه الدول العربيه قاعده تقوم بالدور اللي ممكن هي تقوم. احنا كبرلمانيين ندعوها وندعو حكوماتنا بان عليها ان تدفع بالمزيد وان تستخدم نفوذها باقل التقدير للضغط على الكيان الصهيوني، وكذلك الضغط على امريكا من خلال توحيد الصف الواحد ومن خلال توحيد الجميع. شكرا لسعادتك معالي النائب. معك حضرتك قناة بوابة عاجل مصر. يا هلا دكتور مجدي الناصر. يا هلا دكتور، مشكور. دكتور شكرا. شكرا.